في مرحلة في حياتنا بنكون محتاجين حاجات أهم من الحب بكتير. محتاجين نلاقي حد جنبنا نعرف نكلمه، ناخد وندي معاه في الكلام من غير خوف ولا حواجز ولا قيود. محتاجين حد نقدر نفضفض معاه من قلبنا، حد نحس معاه بالأمان، حد يخاف علينا من أي حاجة ممكن تأذينا، ولما نقع يسندنا من غير أي مقابل. محتاجين حد نثق في كلامه إنه حقيقي ومن قلبه بجد، حد يهتم بينا بكل تفاصيلنا، يقبل عيوبنا قبل مميزاتنا. هو ده الشخص اللي نقدر نقول عليه ونيس الروح، وده بيختلف عن الصديق أو الحبيب أو القريب. زي ما نقول كده هو بيكون توأم روحك. أكيد عارفين إن الروح للروح مرسال، وده مش كلامي، ده كلام نزار القباني لما قال: خلف الاهتمام تختبئ كل معاني الحب، ليس كل من قال أحبك يهتم لأمرك، بل كل مهتم بك ثق تماما بأنه يحبك. الخلاصة: لما يكون معك شخص يحس بيك لما تكون متضايق أو مخنوق أو فيك أي حاجة، ولما تلاقي الشخص اللي بجد يخاف عليك ويهتم ليك ويكون معاك في كل حالاتك، ولما تلاقي الشخص ده بيجري عليك وبيرد فيك الروح، المرحلة دي في حياتك بتكون أهم من الحب بكتير. الشخص ده يستحق كلمة ونيس الروح. بجد نتمنى الشخص ده يكون موجود في حياتنا، ولو صعب انك تلاقي توأم روحك، خليك انت ونيس روحك.